مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. اريتريا واثيوبيا تصدران بيانا مشتركا للسلام والصداقه. فخامه الرئيس ينظم مأدبة عشاء على شرف رئيس وزراء اثيوبيا ابي احمد. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يلتقي برئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد. سقوط قتلى من قوات الحرس الوطني التونسي. الإعلام الرسمي السوري يعلن إحباط هجوم إسرائيلي. قتلى إثر خروج قطار عن القضبان في تركيا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أصدرت إريتريا وأثيوبيا بيانا مشتركا للسلام والصداقة، وقد وقع البيان المشترك فخامة الرئيس إسياس أفورقي عن دولة إريتريا ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد علي عن جمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية. ويضم البيان المشترك 5 نقاط، ويوضح إنهاء الحرب التي كانت بين إريتريا وأثيوبيا وفتح عهد جديد للسلام والصداقة. هذا وقد أكمل رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد زيارته التي استغرقت يومين لإريتريا، وعاد إلى بلاده ظهر اليوم الاثنين. وكان في وداعه بمطار أسمر الدولي الرئيس إسياس أفورقي والوزراء ورجال الدين. أقام فخامة الرئيس إسياس أفورقي مساء أمس الأحد مأدبة عشاء على شرف رئيس وزراء أثيوبيا الدكتور أبي أحمد والوفد المرافق له بحضور كبار المسؤولين في الدولة ورجال الدين والسلك الدبلوماسي. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي. نظم فخامة الرئيس أفورقي في 8 من يوليو الجاري مائدة عشاء على شرف رئيس وزراء جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد. وقدمت في مراسم مائدة العشاء التي انتظمت في قاعة إدارة الإقليم الأوسط، وحضرها كبار وزراء ومسؤولي الحكومة والجبهة ورجال الدين الأريتريين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في أريتريا والضيوف المدعوين. قدمت فقرات غنائية تراثية وعصرية عكست أهمية السلام والتعاون المشترك بين الشعوب وخاصة شعبي أريتريا وأثيوبيا. وألغى فخامة الرئيس أفورقي كلمة أوضح فيها إن حفاوة الاستقبال الشعبي الحاشد لاستقبال رئيس وزراء اثيوبيا الدكتور أبي أحمد والوفد العالي المرافق له دليل للتعبير الحقيقي، وأشاد بالخيار الكبير الذي اتخذه الدكتور أبي أحمد لتعويض الوقت الضائع والفرص المهدرة لأكثر من 20 عاما، وأكد قائلا إننا نقف إلى جانبك. من جانبه قدم رئيس وزراء اثيوبيا الدكتور أبي أحمد شكره القلبي لحسن وحفاوة الاستقبال من الشعب والحكومة الأريترية، مشيدا بالاستعداد والاهتمام الذي أبداه الرئيس إسياس أفورقي للسلام وحسن الجوار. وقال لقد أنهينا مرحلة اللا سلم واللا حرب، وأضاف قائلا أحب تهنئة الشعبين الأريتري والأثيوبي لانتقالنا إلى مرحلة السلام والاستقرار المبشرة. وقال كفاية بعد الآن الحرب وأنباء الحرب، موضحا بأن السلام والاستقرار والتعاون والشراكة التي تشيد بين أريتريا وأثيوبيا ستكون أيضا جسرا يفيد شعوب القرن الإفريقي. وأشار في الوقت ذاته للتوصل إلى اتفاق مبدئي لفتح الموانئ وانتقال الشعب من وإلى البلدين وبدء خدمات الملاحة الجوية. هذا واستضاف الرئيس إسياس أفورقي رئيس الوزراء أبي أحمد بمنزله في جلسة قهوة، وزار منطقة ديرفو لمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والجميلة لأريتريا. في حدث تاريخي جاء عقب قطيعة استمرت لزوها 20 عاما، قام رئيس وزراء أثيوبيا الاتحادية الدكتور أبي أحمد بزيارة رسمية للبلاد. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي. وصل أسمرة صباح الأحد 8 من يوليو رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد في زيارة رسمية للبلاد تلبية لدعوة من الرئيس إسياس أفورقي. وكان في استقباله لدى وصوله مطار أسمرة الدولي الرئيس إسياس أفورقي وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة، وجرى له استقبال حار بطابور الشرف.
وتعتبر زيارة رئيس وزراء إثيوبيا لإريتريا حدثا تاريخيا استثنائيا لكونها أول لقاء بين البلدين وقيادته منذ 20 عاما، وتبشر لمرحلة جديدة من السلام والصداقة. لذلك خرج مئات الآلاف من الشعب الإريتري إلى الشوارع في استقبال شعبي لرئيس وزراء إثيوبيا وتأييدا للعملية التي بدأت. ويرافق رئيس وزراء إثيوبيا وزير الخارجية السيد ورقنه قبيهو، والناطقة باسم مجلس ممثلي الشعب السيدة مفرحات كامل، والناطقة باسم مجلس الاتحاد السيدة خيرية إبراهيم، ورئيس إقليم العفر الحاج سيوم أول، وغيرهم. وكان الرئيس إسياس أفورقي قد أعلن بعد قرار الحكومة الإثيوبية في التصريح الذي أصدرته في 5 يوليو الماضي التزامها بتنفيذ اتفاق الجزائر الذي وقع عليه البلدان في ديسمبر من عام 2000، والقرار النهائي والملزم الصادر في إبريل من عام 2002 دون شروط مسبقة. كان قد أعلن بأن إريتريا سترسل وفدا إلى أديس أبابا للتعرف على الأوضاع الآنية عن قرب وبتعمق ووضع خطة العمل المستقبلية. وعلى هذا الأساس قام وفد عالي المستوى مكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبرآب بزيارة لأديس أبابا، حاملا رسالة من الرئيس إسياس أفورقي إلى رئيس الوزراء أبي أحمد، حيث استقبل بحفاوة من قبل الشعب والحكومة الإثيوبية، وعاد حاملا رسالة من رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد للرئيس إسياس أفورقي. أجرى فخامة الرئيس إسياس أفورقي مباحثات ثنائية يوم أمس مع رئيس وزراء أثيوبيا الزائر للبلاد، تناولت مختلف القضايا التي تهم البلدين والشعبين الشقيقين. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي. التقى الرئيس إسياس أفورقي بقاعة هاجر في 8 يوليو الجاري رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور آبي أحمد، وبحث اللقاء المجالات الدبلوماسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تهم البلدين والشعبين الشقيقين. وقال مستشار الرئيس السيد يماني قبرآب في تصريح لوسائل الإعلام أن الهدف الأساسي من اللقاء هو خلق مناخ لإحداث تغيير إيجابي في أقصر وقت بالتركيز على المصلحة المشتركة على مستوى السيادة والقانون والمساواة دون النظر للخلف والامتعاض والندم على الخسائر السابقة، وكذلك إحداث عصر جديد في القرن الإفريقي ارتكازا على المناخ المبشر الذي خلق بين إريتريا وإثيوبيا. وأوضح أن الشعب الإريتري ليس وحده بل الشعب الإثيوبي أيضا تعرض لخسائر كبيرة في السنوات 20 الماضية، ورغم أنه غير مرغوب وغير منتظر فأن الثمن الذي يدفع من أجل السلام كبير. وأشار إلى أن المرحلة التي خلقت لها مضمون قوي وثمين لكونها تنفذ برغبة ومبادرة الزعيمين دون طرف ثالث. وقال سيد يماني قبرآب أن المناخ الجديد جاء بالصمود القوي للشعب الإريتري ونضال الشعب الإثيوبي للتغيير، موضحا بأن المرحلة الماضية بيّنت حاليا مسيرتنا المستقبلية للسلام والصداقة والتعاون. بمناسبة الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس وزراء أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد علي إلى إريتريا، جرت مسيرات في العديد من المدن والبلدات الإريترية تأييدا لمبادرة السلام التي اتخذتها حكومتا إريتريا وأثيوبيا لفتح مرحلة جديدة. وقد بدأت المسيرات التأييدية صباح يوم أمس 8 يوليو، واستمرت حتى منتصف النهار في مدن مندفرة وصنعفة وعد قيح وأتسأرونة وعد دخالة بالإقليم الجنوبي، وفي مدن وبلدات بارنتو وشامبوقو وشلالو ومحجر وتسني بإقليم القاش بركة، وفي كرن وحقات وعيلة برعد وعد تكليزان بإقليم عنسبة، وفي مديريتي مصوع وبدا بإقليم شمال البحر الأحمر، وفي مدينة عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر. وحمل المشاركون في المسيرات الأعلام الإريترية والأثيوبية وصور الرئيسان إسياس أفورقي وأبي أحمد،
كما أدوا الرقصات الفلكلورية مرددين شعارات الصمود ورغبة الشعبين في السلام. وأوضح المشاركون بأن الشعب الإريتري يعرف جيدا تأثير وأضرار الحرب، لذا يرغب أكثر من غيره في السلام، معبرين عن الأمنيات الطيبة للشعبين. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت وزارة الداخلية في تونس أن 6 من أفراد الحرس الوطني لقوا مصرعهم في هجوم إرهابي بقرب البلاد قرب الحدود مع الجزائر. وقالت وزارة الداخلية أن عدد القتلى وصل إلى 6 من قوات الأمن في كمين تمثل في زرع عبوة ناسفة. وأفاد مسؤولون في مستشفى جندوبة أن 6 جثث لقوات الحرس وصلت للمستشفى إضافة ل3 مصابين، بينهم 2 حالتهما مستقرة بعد إجراء عمليات جراحية لهم. وذكرت مصادر أن المهاجمين استولوا على بعض الأسلحة التي كانت بحوزة مساعدي الحراس بعد استهدافهم قبل الفرار إلى المناطق الجبلية. قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان على مطار التيفور بريف حمص وأصابت طائرة حربية إسرائيلية، كما أسقطت صواريخ إسرائيلية كانت تستهدف المطار مساء يوم الأحد. فقد تزايدت مخاوف إسرائيل من تناوي نفوذ عدوها اللدود إيران خلال فترة الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 سنوات في جارتها سوريا. وقالت وكالة الأنباء العربية السورية أن الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم الأحد لم يسفر إلا عن أضرار مادية. وقالت متحدثة عسكرية إسرائيلية أن إسرائيل لا تعلق على التقارير الأجنبية. وفي سياق متصل ذكرت وكالة انترفاكس للأنباء نقلا عن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن الجيش الروسي يعتزم إجلاء ما يصل إلى 1000 شخص من منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا عبر ممر إنساني قرب مدينة درعا. وأضافت الوكالة نقلا عن المركز أن المقاتلين سيتوجهون إلى محافظة إدلب في شمال سوريا. نقلت قناة تلفزيونية عن رجب أغداق نائب رئيس الوزراء التركي قوله يوم الاثنين أن 24 شخصا لقوا حتفهم في شمال غرب البلاد عندما خرجت 5 عربات لقطار كان في طريقه لأسطنبول عن القضبان بعد أمطار غزيرة وانهيار أرضي. وأفادت القناة نقلا عن وزير الصحة أحمد ديميرجان بأن 124 شخصا يتلقون العلاج في مستشفيات قريبة إثر الحادث الذي وقع يوم الأحد. وقالت وزارة النقل في بيان لها أن القطار كان يقل 362 شخصا وفي طريقه إلى اسطنبول عندما خرجت 5 عربات عن المسار. وفي تركيا أيضا قررت السلطات الحكومية تسريح 18632 من موظفي الدولة بينهم ضباط وجنود شرطة وأساتذة جامعات للاشتباه في انضمامهم إلى تنظيمات إرهابية تضر بالأمن القومي. ومن المتوقع أن ترفع هذا الشهر حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو عام 2016 إثر محاولة انقلاب عسكري فاشلة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. حمل 53 رجلا زوجاتهم أو صديقاتهم على أكتافهم وركضوا بهن في سباق لمدة ساعة ببلدة سونكيار الصغيرة في فنلندا وسط تهليل آلاف المشجعين. وجذبت بطولة العالم لحمل الزوجات التي تجرى للعام 23 آلاف الزائرين إلى البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4200 نسمة فقط، واكتسبت متابعين في أنحاء العالم، حيث تجرى مسابقات رسمية لحمل الزوجات في دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وأستونيا يتأهل من خلالها المتنافسون. وقال منظمون أن 53 زوجا مع زوجاتهم من 13 دولة شاركوا يوم السبت في هذه البطولة. وفاز الزوجان في تواتاس كيركيليا وسكاس ونيرينجا كيركيليا وسكيني من ليتوانيا بالسباق الذي تضمن الركض والخوض في بركة من المياه واجتياز العديد من العقبات. ألهم الهوس بكرة القدم مصفف الشعر الروسي غورغي كوت فكرة لتصفيف غريبة بوضع كرة فوق الرأس، مما يجعل أي فرشاة عاجزة عن تمشيط الشعر.
وعشية مباراة بلاده أمام كرواتيا في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم التي جرت يوم السبت الماضي، ابتكر كوت تصفيفة بوضع كرة قدم على الرأس لتلتف حولها خصلات الشعر بألوان علم روسيا. ولن تكون تصفيفة الشعر التي ابتكرها كوت مناسبة كثيرا لمن سيذهبن لمتابعة المباريات في الاستاد، حيث ستحجب الكرات فوق رؤوسهن الرؤية عن الآخرين. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.